اعملوا حاجه تشربوها وتعالوا نتكلم عن الفيمينين انرجي. الفيمينين انرجي مش سلوك ولبس ونبره صوت بطريقه معينه، بالعكس دي حاله بتبتدي من جوانا، بنتواصل فيها مع نفسنا بالهدوء والحب والاحساس والرحمه. طاقه بنستقبل بيها مش بنهاجم، بنحتوي مش بنسيطر، بنتواصل مش بننافس، بنعيش اللحظه مش بنجري ورا النتيجه. طاقه بتخلينا نرجع لنفسنا ونتحرك من جوانا مش من توقعات اللي حوالينا. طب ليه في حبة من الأمهات بعد ما بيكونوا نيو مامي بيفقدوا التواصل مع طاقتهم الأنثوية؟ ويا سلام لو غسلوا وشهم وحطوا شوية مويسترايزر يبقى خلاص ده إنجاز. طب بعيد عن المامي، ايه اللي خلى البنات أو بعض من البنات يفقدوا التواصل مع طاقتهم الأنثوية؟ لما البنت بتتربى على انها لازم تكون جدعه وقويه ومسؤوله من وهي صغيره، او لما الام تفضل تقول لبنتها من وهي صغيره مفيش راجل هينفعك، لازم تشتغلي وتعتمدي على نفسك علشان ما تحتاجيش لحد، او لما الاب يكون غايب وقاسي فالبنت هنا بتضطر تلعب دور حامل حمى. كل ده بيخلي البنات تشغل طاقه الذكوره من انجاز وتحكم وسيطره وتخطيط، وكل ده بيخليها تنسى او بمعنى اصح تخاف من طاقتها الانثويه، من الرقه والاستقبال والمشاعر. او لما تكوني طول الوقت قاعده بتعملي سكرولنج وتسمعي فيديوهات بقى بتقولك انجزي، انت لازم تشتغلي، انت لازم ما تضيعيش وقتك، العمر بيجري، لازم تعملي حاجه، فتبتدي البنت بقى تنسى او تحس ان اي وقت بتقضيه في ان هي بقى متامله كده ومرتاحه ان ده تضييع وقت، وانها لازم تنزل تعمل حاجه دلوقتي حالا، فتبتدي تنسى طاقتها الانثويه وتشتغل بقى على طاقتها الذكوريه، بقى انها لازم تشتغل ولازم تعمل ولازم تدوس على نفسها ولازم تدي اكتر. بس كل ده بيخلي البنت واحده واحده انها تبني جدار حوالين نفسها علشان خاطر تحمي نفسها من طاقتها الانثويه، وتبتدي تتصرف برجوله قوي لحد ما واحده واحده هتنسى طاقتها الانثويه. وده بيكون نوع من انواع الدفاع الذاتي عن نفسها، هي مش بتعمل كده قصدها، هي بتعمل كده اوتوماتيك من اللي بتسمعه وبتشوفه. في نوع تاني بقى من الستات اللي بتكون شايله كل الادوار، موظفه ومامي ومدرسه وطباخه وبتهتم بنظافه البيت وبتهتم بالاولاد وبتعمل كل حاجه، ومفيش وقت صغير خالص لنفسها علشان ترتاح او حتى تهتم بنفسها او حتى تحلم. الفيمينين انرجي بتحتاج لمساحه صغيره من الوقت يكون فيها مساحه من الفراغ، لكن للاسف في ستات كتيره عايشه على طول في زحمه. في نوع بقى من انواع الترند تبعت فيمينين انرجي اللي هو لازم الست تكون فيها ايه، تحس بالضعف، ان هي تكون مصطنعه، ان هي تهتم بمظهرها بس، فبقينا نرفضها ونستهين بيها. وفي نوع تاني من الناس اللي هما بيحاولوا يقلدوها ويحطوا ميك اب تقيل بقى ويتكلموا بطريقه غريبه جدا ويلبسوا برضو لبس اوفر قوي على اساس ان ده الفيمينين انرجي. بس الحقيقه ان الفيمينين انرجي اعمق من كده بكتير، وبتحتاج ان احنا نصدقها ونعيش فعلا كأنثى. بصراحه يا جماعه الفيمينين انرجي بتهرب لما نكون احنا مش حاسين بالامان، او لما نضطر نتصرف زي الرجاله لاي سبب كان. بس انتوا عارفين احلى حاجه ايه؟ ان الفيمينين انرجي دي مش بتهرب تمشي وما تجيش تاني، بالعكس هي بتكون جوانا بتستنى ان احنا نطبطب عليها ونقول لها بقى يلا ارجعي وحشتينا. طيب تمام، دلوقتي انا زهقت بقى من دور الراجل اللي انا عايشه فيه ده وعايزه ارجع تاني لطاقتي الانثويه، اعمل ايه؟ هل يا ترى بقى اروح اشتري ميك اب بقى احسن حاجه اجدد حاجه نزلت في السوق من الهدوم علشان خاطر احس كده ان انا فيمينين انرجي بقى ماشيه على الارض، ولا اعمل ايه؟ خالص بالعكس. اول حاجه لازم تقولي كده لنفسك، تقولي لنفسك انا مستعده ارجع تاني علاقتي بطاقتي الانثويه واسمح لها انها تطلع واعيش معاها كمان. مش هي اللي هتعيش معايا، لا انا اللي هروح اعيش معاها، والنيه اهم حاجه لانها هتفتح لك باب الشفاء. كل ما تكوني واعيه انك كنت ماشيه بطاقه الذكوره ده هيخليكي توازني بعدين، يعني في المستقبل انت هتكوني واعيه انت بتتصرفي في الموقف ده بناء على ايه، طاقه الانوثه ولا طاقه الذكوره. اول حاجه لازم تعمليها ان انت تسمحي لنفسك ان انت ترتاحي وتبطلي تجري في ساقيه او تقاتلي طول الوقت على اي حاجه. طاقه الانوثه مش بس بتعيش في تفكيرنا خالص، دي كمان بتعيش في احساسنا. حاولي تعملي حاجات توصل لك الاحساس بطاقه الانوثه، يعني ان انت تشربي حاجه سخنه، تاخدي شاور سخن كده براحتك، تستمتعي بالحاجه اللي بتعمليها وبتفاصيلها، مش تعمليها بانجاز كده وبسرعه علشان خاطر تخلصي على طول. واسالي نفسك دايما هو انا دلوقتي حاسه بايه، هو انا دلوقتي مبسوطه باللي انا بعمله ولا انا ماشيه في وضع الاوتوماتيك. اسمحي لنفسك ان انت تعيشي اللحظه وتقبلي ان في حاجه دلوقتي مش بايدي ان انا اعملها، هي هتحصل بعدين، مش لازم اقاتل علشانها. مش معنى كده ان انت تكوني سلبيه او كسلانه، بس معناه ان انت تثقي وتسلمي، بالذات لو انت عامله اللي عليكي. بمعنى اصح انا واثقه في ربنا وعارفه ان هو هيعمل اللي فيه الخير ليا، مش لازم اعرف كل حاجه دلوقتي، كل حاجه هعرفها في وقتها الصح. عيشي اللحظه، في كوبايه شاي بلبن، في لعبك مع اولادك، في ضحكه.
حاولي تعملي حاجات ترجعك لطاقتك الانثويه، تكتبي، ترسمي، تسمعي ميوزك، تهتمي بنفسك وببشرتك، تنامي بدري علشان خاطر صحتك. اتعلمي ان انت تحبي نفسك وتقولي لها كلام حلو وان انت ما تقارنيهاش بحد، وتعودي تقولي لنفسك انا ليا نعمتي الخاصه. طاقه الانوثه بتتغذى على الحنيه، وبالذات لو من نفسي لنفسي. على فكره طاقه الانوثه مش افكار بس، ده اسلوب حياه بنعيش بيه. وانك تعملي حاجات في جزء من يومك، الهدف من الحاجات دي انك تعيشي في طاقه الانوثه. استقبلي زي ما بتدي. احنا كستات اتعودنا ان احنا دايما ندي وما ناخدش. طاقه الانوثه بتقوى لما نسمح لحد انه يدينا، سواء بقى يدينا حب، مساعده، كلام حلو. جربي لما حد يقولك شكلك حلو قوي النهارده تقولي له ميرسي، بدل ما تقولي له ايه ده، لا 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 خالص، ده انا شكلي مرهق قوي النهارده. او لما حد يعرض عليك المساعده، تمام عادي ان انت تستقبلي منه المساعده. او لما تحتاجي انك تنامي، نامي من غير ما تحسي بالذنب. اسمحي لنفسك تدلعي من غير ما تتكسفي. الهدف من ده كله ان انت تحسي ان انت تستحقي من غير ما تبذلي مجهود في ال 24 ساعه. اعملي حاجات بلا هدف. طاقة الذكورة دايما بتحب تعمل الحاجات اللي ليها هدف وليها انجاز، يعني انا هعمل كذا علشان خاطر احس بكذا، علشان خاطر هيحصل كذا، فاهميني؟ لكن طاقة الانوثة بتحب الجمال والانبساط. جربي تعملي ركن في البيت حتى لو محدش هيشوفه غيرك، انت اللي تقعدي فيه، سواء بقى تقعدي بلا هدف، ان انت تسمعي ميوزك، ان انت تفكري في اللاشيء، ان انت تشربي حاجة سخنة. جربي ان انت تلبسي حاجة حلوة في البيت او تعملي حاجة حلوة. الهدف من ده كله ان انت تستمتعي مش تنجزي. لما تتعبي او تغلطي او تبقي مش على المستوى اللي نفسك فيه وتبداي تلومي نفسك، اسالي نفسك هو انا بلوم نفسي ولا بحتويها ولا بقارنها بحد تاني؟ انا بقارن نفسي بالبنات على الانستجرام ولا شايفه روحي كويسه؟ انا بقول لنفسي انا كفايه ولا لازم ادي اكتر؟ الهدف من ده كله ان انا اطلع من وضع جلد الذات. اتعلمي ان انت تعيشي اللحظه اللي انت فيها، مش لازم تبقي بتجهزي للحظه اللي بعديها. الانوثه انك تعيشي دلوقتي، الذكوره بتفكري دايما في اللي جاي. جربي تشربي كوبايه نسكافيه وانت مركزه فيها، مش بتحاولي تنجزيها عشان تشوفي اللي بعده. احضني اولادك وانت مستمتعه باللحظه، او اقعدي في الشمس، او مثلا اقعدي من غير موبايل. الهدف انك تعيشي اللحظه، مش لازم دايما تكوني قاعده بتعملي تو دو ليست. خلي بالك دايما من جمال كل حاجه حواليكي، سواء بتشوفيها او بتسمعيها او حتى بتلبسيها. البيئه اللي حواليكي بتغذيكي مش بس بتخدمك. طاقة الأنوثة مش معناها ان احنا نكون مثاليين، معناها ان احنا نكون حقيقيين، نسمح لنفسنا ان احنا نحس ونهدي ونغلط ونحب نفسنا زي ما احنا. لو حسيتي ان انت تعبانة او مرهقة، انت بس محتاجة ان انت تهدي وترجعي لحقيقتك ولطبيعتك الأنثوية اللي عمرها ما راحت، هي بس محتاجة تتحب. وافتكري دايما ان انت مش محتاجة مجهود علشان خاطر تبقي أنثى، انت اصلا مولودة أنثى بالفطرة. كل المطلوب منك انك تبطلي تعندي نفسك وتوعدي نفسك انك من النهارده هتبتدي ترجعي لنفسك واحده واحده وبخطوات بسيطه بس بحب. خلي طاقه الانوثه هي الراحه بتاعتك او مكان الراحه بتاعتك، مش لازم تكوني قويه طول الوقت. خليكي طيبه مع نفسك وابدأي بخطوه واحده، سواء كوبايه شاي بلبن او ضحكه او لبس حلو، اي حاجه هترجعك لنعومتك. ولو الفيديو ده لمسك ابعتيه لاي بنت حاسه انها بعدت عن طاقه الانوثه بتاعتها وعاوزه تشوف نفسها من جديد، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الحاجه اللي هتبداوا تعملوها علشان تحسوا بطاقه الانوثه مره تانية.